مساء الفل على كل الناس اللي بتتابعنا، ويا رب النهارده يكون يوم جميل على كل الناس يا رب ان شاء الله. ايام اهلاويه خالصه. النادي الاهلي بيقدم عظمه في كاس العالم للانديه، لا سحر ولا شعوذه، لا دي لعيبه النادي الاهلي يا جماعه. لعيبه النادي الاهلي اللي عارفه يعني ايه قيمه وقدر النادي الاهلي. مش رايحين النهارده يهزروا، ولا رايحين عشان ياخدوا مركز سادس، ولا رايحين عشان لا، بيلعبوا على ابعد طموح ان شاء الله باذن الله، وعلوا سقف طموحنا كتير جدا جدا. بس قبل ما اتكلم عن ماتش الاهلي واوكلاند سيتي او ماتش الاهلي وسياتل الامريكي، عايزين بجد نتوجه للجماهير المغربيه بكل الشكر والتقدير والاحترام والعرفان وكل شيء. بصراحه بيقدموا كمان هم عظمه مع النادي الاهلي. شفنا في ماتش اوكلاند سيتي لا يقل عن 50-60 الف متفرج موجودين بيشجعوا النادي الاهلي. امبارح في ماتش سياتل الامريكي شفنا لا يقل عن 30 الف متفرج موجودين. لولا ما كان ماتش الاهلي والوداد في نفس اليوم كنت هتشوف حضور جماهيري كبير جدا جدا. فانا بتوجه لكل الجماهير المغربيه، بجد جماهير محترمه جدا، حفاوه استقبال، حفاوه تشجيع. النهارده المسؤولين بيزوروا المسؤولين بتوع النادي الاهلي، في تكريم كبير جدا جدا للنادي الاهلي علشان الناس تعرف قيمه وقدر النادي الاهلي عامل ازاي. شكرا لكل الجماهير المغربيه. بصراحه ما حبيتش ان انا اكتب الكلام ده في بوست كده وخلاص، لا قلت لازم اطلع النهارده واشكر الناس دي، ولازم صوتنا يوصل للناس دي. الناس دي بتقدم مثال كبير جدا جدا في الاخوه والاحترام. انت النهارده عندك فريق عربي اسم النادي الاهلي موجود بيمثل افريقيا، الناس بتشجع بجد من قلبها، فانا بشكرهم جدا جدا جدا. بصراحه لعيبه النادي الاهلي يا جماعه مش رايحين يعني يلعبوا بالحظ كده ولا بالجماهير ولا الكلام ده كله زي ما انت بتسمع في القنوات والناس المغرضين والناس اللي بيقبيضه والكلام الفاضي اللي انت بتسمعه ده. لا، النادي الاهلي رايح عارف هو عايز يعمل ايه. النادي الاهلي كان بيلاعب اوكلاند سيتي بشخصيه النادي الاهلي، عارف النادي الاهلي ان هو اقوى من الفريق، بدا يضغط عليه في الملعب، بيضغط عليه من كل حته في الملعب. فريق اوكلاند سيتي ما كانش موجود في الماتش تماما. صحيح النادي الاهلي فنيا اعلى منه، بدنيا كان اعلى منه، ولكن انت النهارده ممكن ماتش يا جماعه يختلف. ممكن بتوع اوكلاند سيتي دول كان حطوا جون قلب لك حسابات الماتش كله. فالناس اللي بتقلل من اوكلاند سيتي او بتقلل من الفريق الامريكي، لا يا جماعه فوقوا شويه يا جماعه والنبي الله يكرمكم. احنا ما بنلعبش غزل المحله، مع احترامنا لغزل المحله وفاركو والكلام ده كله، ما بنقللش منهم، ولكن دي مستويات تانية. يعني الناس دي واخده بطوله قاريه على مستوى القاره بتاعتها، فانت النهارده ما بتلعبش فريق بحجم قليل. الناس اللي بتقلل من حجم الانجاز الله يكرمكم، يعني انا مش عارف الناس دي بتفكر ازاي. لعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي وكل الراجل قاعد يفكر ويعني ممشي الماتشات بجد زي ما هو عايز. ماتش اوكلاند سيتي ده استحوذ عليه تماما. لعيبه النادي الاهلي قدموا سيمفونيه كرويه بجد جميله جدا. انا استمتعت بماتش اوكلاند سيتي. صحيح الشوط الاول من ماتش الفريق الامريكي ما كانش على قد الطموحات وعلى قد الجماهير، ولكن حصل تحول كبير جدا جدا في الشوط الثاني. ولكن علشان اقول لك ان في مدير فني كبير قاعد بره، كولر كان بيقسم الماتش زي ما هو عايز. الراجل عارف ان الفريق ده ليه حوالي لا يقل عن 3-4 شهور ما نزلش الملعب، ما لعبش كوره، فلعب على العامل البدني بتاعه، ساب له الاستحواذ في الشوط الاول. ما كانش فيه خطوره عند محمد الشناوي يعني الا حاجات بسيطه ومناوشات بسيطه، ولكن الشوط الثاني تحول كبير. النادي الاهلي استحوذ على مجريات الشوط بالكامل. اللعيبه نازله يعني تحس ان هم مسكوا الكوره مش زي الشوط الاول، لا وحصل اندفاع هجومي. محمد مجدي قفشه بينزل وبيجيب القضيه يا جماعه، ما تنسوش القضيه دي والنبي الله يكرمكم، دي لسه مستمره معانا اوقات طويله، سواء القضيه في الزمالك او القضيه في سياتل الامريكي. امبارح في الدقيقه 86 محمد مجدي قفشه بيخلصنا من كل الدنيا. يعني الماتش مش هقول لك كان فنيا عالي، لا ما كانش فنيا عالي، ولكن الماتش دي فرص، او الماتشات دي فرص. ده ماتش 90 دقيقه يا جماعه، ماتش وارد فيه يحصل فيه اي حاجه. فالنادي الاهلي استغل الفرصه اللي جت وقدر يهدف. ولكن انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، لازم تعرفوا اللعيبه دي وكم الضغوط اللي عليها عامل ازاي. انا بشكر كل لعيب في لعيبه النادي الاهلي، اسقف لكل لعيب في لعيبه النادي الاهلي، اسقف لمحمد مجدي قفشه اللي جاب الجون امبارح، اسقف لمحمد شريف وبرستاو وكهربا وكل الفرقه. محمد هاني بيقدم عظمه بصراحه. صحيح هو متخصص كاس عالم للانديه، ولكن
بيعمل مستوى استثنائي زي ما احنا كنا بننتقد الراجل النهارده نشيد بيه. عايز اشيد بالكابتن محمود الخطيب، الراجل المحترم الخلوق المؤدب، الراجل اللي على خلق، الراجل النهارده اللي موجود مع البعثه بيحفز البعثه وموجود معاهم ما بيسيبهمش. ده اكبر حافز للعيبه يا جماعه. كولر يا جماعه، كولر راجل بيفكر. صحيح امبارح انا او الشوط الاول بتاع ماتش سياتل يعني كنت قلقان شويه، ولكن كنت عارف ان النادي الاهلي بيلعب على الفريق ده بدنيا وعارف ان هو هيقع بدنيا في الشوط الثاني. فالماتشات دي يا جماعه بتخلص بانصاف الفرص، وهي دي انصاف الفرص اللي احنا بنتكلم عليها. فانا بشكر كل لعيب في لعيبه النادي الاهلي. النهارده الناس بتقلل من حجم انجاز النادي الاهلي ومعرفش ليه. يا كابتن خليك في فرقتك، ولا يا استاذ خليك في فرقتك، انت النهارده مش موجود على الساحه. شوف يا جماعه قيمه النادي الاهلي في الصحف الاوروبيه عامله ازاي. شوف النهارده صفحه ريال مدريد منزله كاتبه عن النادي الاهلي ازاي، وبيقول لك احنا لازم نقلق من فريق النادي الاهلي. فريق النادي الاهلي نادي القرن الافريقي هيقابل نادي القرن الاوروبي، ولا عزاء للناس اللي هم قاعدين على المصاطب دول وبيهزوا رؤوسهم وبيشتموا في الناس وشغالين ولسه لحد النهارده شغالين، والراجل موجود على كل القناه كل يوم في القناه وماسك الساعه بتاعته ما عندوش اي مشكله، وبيشتم في ابراهيم فايق وبيشتم في احمد شوبير وبيشتم في كل المنظومه. ولكن النهارده مفيش رادع، مفيش يا جماعه، محدش موجود، محدش شايف يا جماعه القصه ماشيه ازاي. ولكن انا النهارده خليني في فريقي، خليني النهارده استمتع بفريق النادي الاهلي اللي بيقدم لي عظمه في كاس العالم للانديه، النادي اللي مشرفني، النادي اللي مخليني النهارده رافع راسي في اي حته، النادي النهارده اللي بيخش اي معترك موجود فيه بيقدم حاجه محترمه النهارده تخليك انت تبقى يعني ايه، عندك سقف الطموح مش طبيعي. انا النهارده عندي سقف الطموح عالي، وكتبت على صفحتي امبارح وقلت حاسس ومتفائل النادي الاهلي ممكن يوصل لابعد مدى في البطوله دي، وان شاء الله باذن الله يوصل. ليه لا يا جماعه؟ ليه لا؟ نادي القرن الافريقي هيلعب مع نادي القرن الاوروبي في مباراة رسمية، وإن شاء الله النادي الأهلي يقدم مستوى محترم جدا جدا في البطولة. ولا عزاء للناس اللي قاعدين، ولا عزاء للناس اللي بتقلل من الإنجاز وتقول لك الأهلي كان بيلاعب مركز شباب، والأهلي كان بيلاعب فريق قليل. العب أنت مع الفريق القليل ده، وريني نفسك. اوصل لكاس العالم للانديه ووريني نفسك. النادي الاهلي بيلعب كاس العالم للانديه للمره الثالثه على التوالي، وريني نفسك انت مين. انا مش شايفك بصوت القذافي، من انتم؟ انا مش شايفكم. لما توصل وتعمل انجاز زي النادي الاهلي نبدا النهارده نتكلم عليك. والله يا جماعه ما بقلل من حجم حد ولا بتكلم على حد، ولكن انت النهارده لما تشوف الراي العام المصري هو الوحيد اللي مش شايف النادي الاهلي، يبقى في حاجه غلط. تعال النهارده شوف الصحف الاوروبيه كاتبه ايه عن النادي الاهلي. تعال النهارده شوف جماهير نادي سياتل بتتكلم عن يعني حصل مناوشه ما بينه وما بين فريق مكسيكي كده كان غالبه برده النادي الاهلي. ويعني لا، النادي الاهلي في عيون الناس كبير جدا. النادي الاهلي يا جماعه براند كبير قوي قوي قوي، المسؤولين في مصر مش حاسين بيه. النادي الاهلي مشرف الكره المصريه، عامل حاله للكره المصريه. انا فخور جدا جدا بجد ان انا بشجع النادي الاهلي، فخور ان موجودين اللعيبه دي، اللعيبه اللي احنا كنا بننتقدها السنه اللي فاتت وبنتكلم عليها وبنقول لا يستحقوا ومش يستحقوا، وكنا بنقول للناس اللي متابعين معانا، الناس اللي فاكرين الكلام اللي احنا بنقوله، يا جماعه لعيبه النادي الاهلي على اعلى مستوى، لعيبه عارفه يعني ايه حجم وقيمه اسم النادي الاهلي. وده بان ووضح في كل يعني الماتشات اللي فاتت، من بدايه من ماتش بيراميدز 3-0، ماتش الزمالك، بعد كده تقريبا ماتش البنك الاهلي، بعد كده دخلنا على كاس العالم للانديه 3 اوكلاند، وامبارح سياتل 1. يعني لعيبه النادي الاهلي يا جماعه كولر ولعيبه النادي الاهلي بيقدموا حاله. عايزين النهارده نقف جنب الفرقه، مش عايزين نهدم الفرقه، مش عايزين نلتفت لاي كلام بيتقال يضايقنا. من الاخر كده اوصل زي، اعمل زي. مش هتعرف تعمل زي طول ما موجود الفساد ده عندك، والله ما هتعرف توصل. ربنا ما بيكرمش المفسدين، ربنا ما بيكرمش المفسدين، ربنا ما بيكرمش الناس اللي بتقعد طول الليل تشتم على الامهات والابهات وجايبه في سيره الناس. انت النهارده اخر مش عارف تأيد اللعيبه بتاعتك، فما تحكيش معايا والنبي الله يكرمك. انا على القمه. ده كان كلامنا النهارده في الحلقه. اتمنى يا رب الناس تتفرج علينا على الفيسبوك، تعمل لنا نشر الحلقه، الناس تتفرج علينا على اليوتيوب، تعمل لنا سبسكرايب. شكرا لحضراتكم جدا، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدم ماتش كبير جدا جدا قدام ريال مدريد. شكرا لحضراتكم جدا، والسلام